صديقي الفنان ابو كف رقيق وصغير، ازيك وازاي معزتك؟ الحلقه دي انت السبب فيها على فكره، اصل انا قفشت الكومنت بتاعك ده اللي علقت بيه على فيديو مين يورث مين، ولقيتك بتقول لي بصراحه كريم محمود عبد العزيز هو اللي ممكن يكون شبه ابوه وممكن يتخطى ابوه كمان، محدش واخد باله من كريم كويس الى اخره. انا استوقفني يتخطى ابوه دي بقى، ولقيت نفسي برد عليك وبقول لك يتخطى ابوه. بصراحة استفزني جدا تعليقك، وقررت اسيب اللي في ايدي واحضر حلقة محمود عبد العزيز. صديقي الفنان الصغير، انا فضيت لك نفسي خلاص 24 ساعة في خدمة الكيف. انا بس قابلتني مشكلتين. المشكلة الاولى، ابدأ بايه؟ كوميديا وواقعية سمير في الشقة من حق الزوجة، ايوه هي ريحة نازلة، هي ريحة نازلة، ولا العقيد توفيق شركس في البريء؟ اضرب يا عمش. عبد القوي شديد في جري الوحوش، ولا شيخون المنياوي في ابناء وقتله؟ طب الشيخ حسني ولا عبد الملك زرزور؟ محمود المصري ولا رأفت الهجان؟ انا احترت. يا حسن السودة انا. فقلت لنفسي يا واد يا اتش، ما تبتدي من حيث انتهت كلمات ردك على صديقي الفنان الصغير. طالما روح فيلم الكيف حضرت يبقى نبدأ بيها، واستقريت اني ابدأ بفيلم الكيف. هايل، اختيار ممتاز. اما المشكله التانية فهي اني معرفتش اخرج من لعنه فيلم الكيف، وفضلت مسترسل في الكتابه عن الفيلم لحد ما لقيت الحلقه تحولت من حلقه محمود عبد العزيز لحلقه فيلم الكيف. فيلا بينا ندخل في الفيلم. طيب، زي ما في ثنائيه عظيمه بنحكي عنها لحد النهارده، ثنائيه وحيد حامد وشريف عرفه اللي قدموا لنا الارهاب والكباب، النوم في العسل، طيور الظلام، اللعب مع الكبار والمنسي، في ثنائيه تانية ما بين المخرج علي عبد الخالق والمؤلف محمود ابو زيد ما تقلش عظمتها عن الثنائيه الاولى. شراكه فنيه قدمت لنا الكيف، العار، البيضه والحجر، وجري الوحوش. واللي بيميز الافلام دي ان كلهم بيشتركوا في نقطه واحده، وهي الصراع بين الفلوس والاخلاق. وفي رايي ان الثنائيتين دول افلامهم تشابهت في 4 نقط اساسيه هتلاقيهم في اي فيلم عملوه. يعني دايما هتلاقي انعكاس للواقع، تنبؤ بالمستقبل، حكم وجمل تعيش سنين، وشخصيات استثنائيه. فهات ريشتك، هات الوانك، وتعال نشوف ال4 عناصر دول ازاي يتطبقوا في فيلم من اعظم افلام السينما المصريه. خلينا الاول نتكلم عن الشخصيات الاستثنائيه، اللي بالمناسبه مش شرط يكون البطل الاساسي في الفيلم. يعني في فيلم الكيف الشخصيه الاستثنائيه كان البعظ بيه، اللي لعب دوره جميل راتب، واللي كان رافض يلعب الدور اصلا لما اتعرض عليه. الراجل وهو بيقرا السيناريو ما كانش فاهم الالفاظ اللي بتتقال، وهو شخصيته كانت بعيده تماما عن الدور ده. فجأة لقى سكريبت في ايده فيه جمل غريبة، يبرعش ويحنكش والشكرمون طخف الترالولي. ايه الشكرمون طخف الطرارولي. حتى اسامي الشخصيات ما فيهمش اسم عادي، كلها اسامي من الشمخ الجواني. البهز بيه، المزاجنجي، عبد الكرف، ستاموني، بيس النكش، نننس، سخسوخ ابن الكئيبه. لكن علي عبد الخالق ومحمود ابو زيد بيقنعوه بالدور. البهز بيه غير اي تاجر مخدرات في السينما المصريه، راجل هادي وراسي وحكيم، وبعدين عنده فلسفته الخاصه، وهي ان الكيف شهوه، والشهوه هي اللي بتشد الفلوس من جيب الناس. راجل عاش حياته كلها تاجر كيوف، ابتدى من اول تجاره الشاي والدخان لحد ما بقى سوبر في مجاله. هو اللي بيحدد ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وايه اللي ما ينفعش بيحط له الخطه اللي تنجحه. ازاي تتهرش وتتباع شعبي لغايه ما تصطاد زبونها، تلاقي نفسها وتبقى نمره 1. طريقة تقديم الشخصية على انه غاوي صيد كانت بتعبر عن حاجات كتير من غير كلام. شخصية هادية مش متوقع وكلامه قليل بس ميزان. ده احنا صيادين قروش يالا. وده نفس اسلوب المخدرات على فكرة، تجيلك الاول بشكل بسيط وخطورتها ما تبانلكش قوي يعني، لحد ما هوب تدخل في شبكتها وتيجي على وشك. سنارتك كيف صيادة. طبعا اداء جميل راتب العظيم والغير متوقع اضاف كتير لروح الشخصيه، وكان سبب في انها تعيش سنين بعد كده. وبقول غير متوقع لان الشخصيه كانت بعيده تماما عن شخصيه جميل راتب، راجل ارستقراطي وعاش في فرنسا معظم حياته، ونظريا كان بعيد جدا انه يقدم شخصيه زي شخصيه سليم الباز. احنا فراعنة وربنا ادانا قوة وصحة ما اداهاش لاي ناس في العالم كله. طيب خلينا ناخد لمحة من انعكاس الواقع في فيلم الكيف، اللي بالمناسبة بيلخصه بشكل كبير المشهد ده. طول عمرك فرح في الخيبة. بقى الخيبة اللي بتكسب دلوقتي، عصر الشهادات والوظائف انتهى. الكلام ده بينطبق على واقعنا من 40 سنة وقت عرض الفيلم ولحد النهاردة، وده اللي بيحصل في الفيلم فعلا. لما بنشوف صلاح بتاع الكيمياء المتركب، رغم انه دكتور كيميائي وصاحب مبادئ وواجهة اجتماعية مشرفة، الا انه عاجز عن سد احتياجات بيته الاساسية، زي انه يدفع مصاريف مدرسة ابنه مثلا، واللي بيدفعها له هو مزاجنجي اللي بيكسب قد اخوه 10 اضعاف. وكل ده بايه؟ بالدهلكة. ايه؟ بالدهلكة. اما الحاجه التانيه اللي اشار ليها الفيلم هي انحدار الذوق العام، واللي بيحصل بالتعود والتكرار. ومحمود ابو زيد قال ده على لسان سواق التاكسي، لما الدكتور صلاح كان مستغرب قوي هو ازاي بيسمع اغنيه بتقول البيلي بيلي با. انا برضو اول ما سمعتها ما دخلتش في دماغي، لكن
لكن لما ودني خدت عليها عششت في نافوخي وكيف. كمان قصة الشاي المخلوط بالنشارة اللي كان بيبيعه البهز في بداياته، وإن الناس اتعودت عليه وباع منه كتير، ولما النجارين اتملعنوا وغلوا عليه النشارة اضطر إنه يبيع الشاي من غيرها. تعرف حصل ايه؟ زباين طفشت وقالوا عليا بغش الشاي. تيبيكال نفس اللي بيحصل النهارده، طبعا ده غير الفكرة الأساسية للفيلم وهي الكيف. طيب ما تيجي يا ابو عيون فنان محتار نشوف فيلم الكيف تنبأ بايه. سنه 1985 وقت انتاج فيلم الكيف كان ذوق الاغاني والمزيكا في مصر يعتبر في مكانه كويس. جزء من الجمهور كان متمسك بالجيل الاقدم زي عبد الحليم مرورا بمحمد رشدي محرم فؤاد ووردة، وجزء كان بيميل اكتر للجيل الجديد اللي هم مين بقى؟ عمرو دياب، علي الحجار، مدحت صالح، ومجدد المزيكا حميد الشاعري، ومن قبلهم محمد منير. والشعبي منه كان اقصاه عدويه. رغم كده محمود ابو زيد كان شايف اللي محدش شايفه وقتها وتنبأ بانحدار الذوق العام للمزيكا، ولو ان يعني صدفه ان حتى اسماء المطربين تصادف انها بقت شبه اختياراته في الفيلم زي المغني دوفا القياط كده. المطرب اسمه دوفا القياط. مطرب جديد ده حبيبي. لا ده دلوقتي بقى فيه بيكا وشطه وكزبره، وقريب هنشوف فرقه السبع بهارات. بس الغريب في الموضوع ان الفيلم بعد ما نزل ونجح، منتج الفيلم اللي هو محمود ابو زيد نفسه قرر يستغل النجاح ده وينزل بشريط كاسيت فيه كل اغاني الفيلم، الكيمي كيميكا بقى واه يا قفا وكل الاسفاف ده. الاغرب ان الشريط بينجح وبيكسر الدنيا، فما تفهمش بقى ده انتصار لوجهه نظر الفيلم ولا دي مشاركه في الاسفاف وانحدار الذوق العام ولا ايه، بس يعني اهو اللي حصل. صديقي الفنان، فيلم الكيف هو اكتر فيلم تقريبا حواره تحول لحكم وجمل مشهوره بتتقال في الشارع لحد النهارده. كل شخصيات الفيلم تقريبا حطت بصمتها، من اول مشهد في الفيلم على لسان الشاويش اللي بينزل مزاجنجي وفرقته من البوكس وبيقول لهم بنقول من غير دوشه يا الماما يا حوش يا طرش الليل. حتى بنو القهوجي حط بصمته. الكيف بيولد الكيف بس مزاجنجي. ومزاجنجي وهو بيتفلسف بلغته الغريبه لازم ندوش الدوشه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. طبعا دي اقل حاجه قالها مزاجنجي، دي من اكتر الجمل المفهومه يعني. غير كده بقى كان لازم يبقى معاك لغه عشان تفهم مصطلحاته. اول ما نشخلل الشخاليل ونشرمق الشواشي هتسرسق البصاري وهنشفك دغري. ولو ما فهمتش خد الترجمه، يعني احينك اقبضك. ونفس المزاجنجي ده اللي بيتكلم باللغه هو اللي بيقدر يتكلم بالمنطق. ما تنساش انه كان طالب في كليه الحقوق لمده 15 سنه، فلما حب يقنع اخوه انهم يعملوا خلطه الحشيش اللي ما فيهاش ماده مخدره ويبيعوها للباظ بيه، كان قادر انه يقنعه بالمنطق. الغش هو التحايل على اعطاء صفه الجوده لشيء غير جيد. اما المعلم الكبير بقى فده قال كتير. ده كيف نزاهه طول ما في جيبك تمنه. اما نهايه الفيلم فكانت في منتهى الواقعيه. سليم البهز ما اتقبضش عليه، مبادئ صلاح ابو العزم تخلى عنها، مزاجنجي لسه ما اتغيرش، والاسفاف في الغنى ما انتهاش، البيلي بيلي با اتبدلت بالكيمي كيميكا، ودوفا القياط اتبدل بمزاجنجي. ويفضل سؤال واحد بس، هل عملت لايك للحلقه وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجايه؟ وانت اللي هتقول لي يا صاحبي الحلقه الجايه هتبقى عن ايه؟ نناقش فيلم تاني لمحمود عبد العزيز ولا حلقه كامله عنه؟ وبس كده، ربنا يبعت لك ايام حلوه ايا كان مكانك على وجه الارض. تمام كده يا سلطانه يا متكلف، صباحك فل.